حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها، خصوصا إلى أرواح صاحب هذا المولد الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأصولهم وفرهم، ثم الوصى بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه، ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية، وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يغفر ذنوبنا، يستر عيوبنا، يشفي أمراضنا، ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله ييسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد ملح في الأفق نور كوكب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه المصطفى المجتبى المحبب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه بدر وغاب غيها، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه نصر بالنصر قدها، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه العيس بطن سبسا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه من للحبيب ينسى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه من للنبي صحى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه واغفر وسامح من كان أذنى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه كل مطلع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه صل وسلم، على اللهم صل عليه يا ربي خير مذهب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي وسلم، صل على محمد وصله وسهل ما قد تصعد، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صل عليه البرايا جاها وأرحام، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم، ربي صل على محمد صل عليه عبد بالحق أعراب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم، ربي صل على محمد صل عليه خير الورى
ومنهجا وأصوات. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد صل عليه وخير غنى فطرا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أسوى الأسفياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك من رب السماء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله عليه. إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. صلى الله عليه. انتشرت آثار في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. تحضرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. قلب سروره قد توالى حبيب عمن لنا معنا وعلى إن من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك الله عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمدا عبدا صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين نذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بجل الصلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. وتفيهوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص. صلى الله عليه. فكان
مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الأنصر شارع أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالم صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضارات الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول يا ربي صل على
الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول ضيفنا بابك ولا سنا عنه يا الله نحول وظننا فيك وافر والآمل فيه طول وفي نحور العاذبك إلهي نسول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول بالحياة والذبول الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ليس ملكه يزول الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم الصلاة على مختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول داعي رجع بالقبول الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن القلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل صلى الله مما عليه استفاد من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل عليه التي أحسن الشمائل صلى وهنا الله حسن عليه نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآفات صلى الله يعاشر عليه بكتاب القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله وقد عليه بلغنا في الأحاديث المشهورة صلى أن الله أول عليه شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله ونور عليه الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى ومن الله تفرع عليه الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله صلى عنه الله قلت عليه يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله لا خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه النور المبين أصلاب وبطن من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه حتى وصل رياض العلم القديم إلى من خص بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه عبد المطلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا صلب عبد الله فالقاه إلى ظهرها صلى الله عليه فضمت وشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه علما ولا عللا حتى برشد شرف حمله وأقربت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه وسلم هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركاته وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه متضمحة بذر الفرح بملاقات أشرف البرية صلى الله عليه عليه في الخفاء إلى عالم الظهور صلى بعد الله عليه تنكره في البطون والظهور صلى الله عليه بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب والجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك شفت قناع هذا المستور صلى الله يبرز نوره عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه كما على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه
يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه. الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadiraki Rasulullah. Pakarongga Kanjeng Nabi hadiraki Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن ضرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله. فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يعزوره العالي حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. رسول الله أهلا مرحبا بك
صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. صلى الله عليه. وقد ورد وموضوع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف من أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروح قالت ثم ألبسته ودعته فلما انشأت أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. فأسمر ذلك عني ثم عادني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفي عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. السهل واللحظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. الأخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن أسلوب به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية وينفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية
الغاية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه وسلم. تعالى مجدها خذت على نجم السؤال بعنانه صلى الله وقد عليه. انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله وحكاية عليه. ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. أن أمسك عنة الأقلام صلى الله عليه. في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. أيها سلام سلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم صلى الله عليه عليه. أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من ضرر العصاف المحمدية وكودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويتوب عملي في الافعال المعقوله وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتوشاها منه الفيوضات.